لليهود وجهالة للوثنيين. فالمسيح هو
يا إخوتي، فإنه ليس فيكم كثيرون حكماء بحسب الجسد، ولا فيكم كثيرون أقوياء، ولا فيكم كثيرون من ذوي الحسب والشريف، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الوضيع أحسابهم في العالم والمنبوذين والذين ليس بشيء ليبطل ما يظن شيئا، لكي يفتخر بين يديه كل ذي جسد، وأنتم أيضا من الله في يسوع المسيح الذي صار لنا من قبل الله حكمة وبرا وقداسة وفداء، كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. وأنا حين أتيتكم يا إخوتي لم آتكم ببراعة الكلام ولا بالحكمة، بشرتكم بسر الله، ولا قضيت على نفسي بينكم، إنني أعرف شيئا سوى يسوع المسيح ومعرفتي به مصلوبا، وكنت عندكم بخوف كثير ورحلة، ولم يكن كلامي وتفكيري بإقناع كلام الحكمة، بل ببرهان الروح والقوة، لئلا يكون إيمانكم بحكمة البشر بل بقوة الله، على إننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، لا بحكمة هذا العالم ولا بحكمة سلاطينه الذين يزعمون، بل نتكلم بحكمة الله التي كانت سرا وخفية، والتي سبق الله وأبرزها قبل الظهور لمجده، تلك التي لم يعرفها أحد من سلاطين هذا العالم، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. بارك يا سيدي. Evangelion qadishod moranesho amshiho zberto mahyoni to min luqom sabrono dam saber hayu furqo honalalmo زبنه خيل درم رومي دصيبود مورا ولوهان فاروق ديلان يشو امشيحو ملتو تحايا الله دد بسر من بتلتو قادشتو مريم هولندين
هو خانه واي وفيما كان أناس يقولون عن الهيكل إنه مزين بالحجارة الحسنة وبهبات النذور، قال لهم يسوع: هذه التي ترون ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر إلا هدم. فسألوه وقالوا: يا معلم، متى يكون هذا وما هي العلامة إذا أوشكت هذه الأمور أن تقع؟ فقال لهم: انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي ويقولون إني أنا هو المسيح، وإن الزمان قد قرب، فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بحروب وفتن فلا تخافوا، فإنه لا بد أن تقع هذه أولاً، ولكن لا تكون الآخرة حين ذاك. لأنه ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في بعض الأماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف ورعبات وعلامات عظيمة من السماء، وتحدث أمطار غزيرة. فإذا رأيتم أورشليم قد أحاط بها الجنود فاعلموا أن خرابها قد دنا، وحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في المدينة فليفروا منها، والذين في الحقول فلا يدخلوها، لأن هذه هي أيام الانتقام، ليتم كل ما هو مكتوب. الويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام، فإنه سيكون على الأرض شدة عظيمة وسخط على هذا الشعب، ويسقطون بحد السيف ويسبون إلى كل الأمم، وأورشليم تدوسها الأمم إلى أن تتم أزمنة الأمم، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويكون على الأرض ضيق للشعوب وحيرة من جيشان البحر، وتزهق نفوس الناس من الخوف وانتظار ما سيحل بالمسكونة، وتتزعزع قوات السماء، وحينئذ يرون ابن الإنسان آتيا في سحابة مع قوة كثيرة ومجد عظيم. فإذا بدأت هذه أن تحدث تشجعوا وارفعوا رؤوسكم، لأن خلاصكم قد قربا. شينوه الكلخون
باسم راعينا الجليل مار أثناسيوس فراس دردر، وكانت الرعية الأب أفرانسون، والرعية نرحب بحضور أبونا نور القسموسة اللي جاء من أستراليا. ممكن كثير منكم ممكن ما شايفيه أو ما يعرفوه. أبونا نور هو خادم بأبو رشيد الموصل السريان كاثوليك، خدم فترة بها وبعد منها انتقل إلى الأردن، خدم هناك فترة النزوح، وحاليا هو يخدم في ملبن في أستراليا. أبونا نور هو قلم من أقلام الكنيسة السريانية، إنسان خدوم كثير يحب الكنيسة، يحب يعطي كل ما عنده من أجل خدمة الكنيسة وكلمة الله. أبونا نور هذه أول مرة يجي هنا على كنيستنا حتى يسوي قداس بيها. أكيد شاءت العناية الإلهية إنه تدخلت حتى يجي يحضر هاي المناسبة اللي هي عيد الصليب. كما نشكر إذاعة قناة العراقية لأن هي دائما تجي تغطي كل النشاطات الكنسية واللي هي عندها رسالة محبة وسلام تخدم أبناء هذا الوطن. أهلا وسهلا بك أبونا نور بكنيستك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مساء الخير إخوتي الأحباء. أكيد بداية أنه أحب أشكر سيدنا فراس دردر وأبونا أفرام اللي سمحوا لنا اليوم أنه نلتقي بكم ونقدس سوية بهالمناسبة الكبيرة اللي هي عيد اكتشاف الصليب. فشكرا جزيلا أبونا. إخوتي الأحباء، في عيد ارتفاع الصليب ما نتأمل بخشبة ميتة، لكن نتأمل بعلامة حية تصرخ أنه في قلب الألم أكو قيامة بعد الصلب، أكو خلاص بعد الخراب. والكنيسة بحكمتها العميقة تعلن لنا في إنجيل اليوم اللي سمعناه من إنجيل لوقا الفصل 21 اللي يبدو أنه لأول وهلة بعيد عن الفرح، كل مآسي اضطرابات. أبونا اجل تقرأ اليوم فيضانات، أخبار مآسي، أخبار مليئة بالحزن بالخوف بالدمار. لكن أقول اللي يتأمل بالصليب يفهم أنه الرجاء الحقيقي ما ينولد من اللحظات السهلة، لكن أنه يجي من اللحظات اللي يبدو بيها كل شيء ممكن كن انهار انتهى. قال بعضهم أنه للمسيح وهم بالهيكل قالوا انظر يا معلم كم هو مزين بالحجارة والنذور. فيجي يسوع ويصدمهم يقول لن يترك حجر على حجر، وكأنه المسيح أنه هنا دا يريد يقول إن أنتوا يا ناس منبهرين بالجمال الخارجي وأني أباوع للشيء اللي هو باقي، أنا أباوع للقلب، أنا أباوع للشيء اللي هو أبدي، أنا أباوع للشيء اللي ما تهدم الزلازل ولا تدوس أنه جيوش. بعدين أنه يبدي المسيح سلسلة من التنبؤات، حروب، فتن، زلازل، مجاعات، أوبئة، علامات في السماء، خراب أورشليم، اضطهاد، خوف، ضيق. لكن إخوتي الأحباء وسط كل هذا أقول أنه تيجي الجملة اللي تغير النبرة من نبرة ألم، مأساة، حزن، خوف، تغيرها. يقول وحينئذ يرون ابن الإنسان آتيا في الغمام في تمام العزة والجلال فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم لأن افتداءكم يقترب. إذن إخوتي الأحباء الصليب هو المفتاح لفهم هاي النبوءات كلها. المسيح ما يهرب من الألم أبدا، لكن المسيح
دخل بالألم وداسم. ليش؟ حتى يفتح لنا طريق جديد، ما يقوم على الهروب من الشر، لكن يقوم على الانتصار على الشر. التلاميذ اللي شافوا صليب يسوع شافونه ككارثة، وشافوا انه قيامته مثل مفاجأة. لكن احنا اليوم اخوتي الاحباء اللي نعيش بعد القيامة نشوف انه الصليب نفسه هو كنقطة تحول من دينونة لغفران، من سقوط لقيام، من خوف لرجاء. إخوتي الأحباء خلوني أنه أشارككم قصة حقيقية ممكن أنه تساعدنا حتى نفهم هل رجاء اليوم اللي دا ينطينا بالصليب. واحد من الكهنة بأوروبا في زمن الحرب العالمية الثانية خدم بكنيسة كن اتدمرت بالكامل بوحدة من الغارات اللي شنتها إحدى من القوات بهاي. فبقى بهاي الكنيسة جزء من الجدار وقطعة من تمثال المسيح المصلوب، لكن الذراعين مال هالتمثال مال المسيح كانوا مكسورة، ما كان عنده ذراع. بيوم من الأيام رجع الكاهن حتى يصلي وسط الركام الموجود بالكنيسة اللي هي متهدمة، فلاحظ أنه واحد من المارة كان كتب على هالجدار المنهار اللي جوا التمثال، كتب: يسوع لا يملك الآن يدين فكن أنت يداه. يسوع ما يملك إيدين فكن أنت إيدين مال يسوع. بوسط هالخراب ما شاف الناس بس الحجارة المهدمة، لكن شافوا دعوة إنه يحملوا الصليب ويصيروا هم أمل في عالم بلا أمل، يصيروا هم أمل في عالم بلا أمل. إخوتي الأحباء، هذا هو معنى عيد الصليب الحقيقي. ما هو أبدا زينة ولا هو احتفال عابر، لكن هو إعلان صادق إنه الشر ما ينتصر أبدا مهما طال، إنه المدينة ممكن تنهار لكن الملك يجي على الغمام، إنه الحروب والمجاعات والزلازل ما هي نهاية القصة لكن هي بداية القصة، إنه الله ما يعوفنا نتألم وحدنا، لكن الله تألم معانا، دخل للموت حتى يطلعنا من الموت. خلي نسمع اليوم كلمات ربنا إلنا بصوت الصليب. يقول إلنا الكل واحد من عندنا، يقول: لا تخف إنك ترى العالم يرتج، لكن أنا هو، أنا الأول والآخر، لا تتزعزع لأن فداءك دا يقترب. الصليب إخوتي الأحباء فوق أنقاض أورشليم يرتفع حتى يقول لنا ما هو المهم إنه تنهدم الحجارة، وشفنا كثير انهدمت الحجارة ورجعنا وبنينا. المهم هو أنه يبقى القلب ثابت بالرجاء، دائما يكون قلبنا مملوء بالرجاء. ما هو المهم أنه تسقط الممالك، لكن أنه ننتصف ونقوم إحنا، نرفع رؤوسنا، لأن ملكوت الله حاضر بيناتنا، له المجد إلى الأبد، آمين. فلنقبل من الله غفران الذنوب والصفح عن الخطايا إلى أبد الآبدين. آمين. قدوس الآب القدوس، آمين. قدوس الابن القدوس، آمين. قدوس الروح الحي القدوس، آمين. فلنقف حسنات وبصلاة فينا يجيبوا قائلين: نؤمن
وحلوله مع جميعكم ومع روحك لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوق لله لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقنا القول والله مع ابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عتابا خلفنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي إننا نشكر لك ولابنك الوحيد وروحك القدوس هذه كلها يا من نقف أمامه في صفوف الكاروبين الكثير الأعين والصارفين الملتبس الأجنحة وهم يشركون نشيد الظفر بأنوار لا تصمت وبعبارات لا تهدى مع سائر الجنود السماوية صادقين وهاتفين وقائلين قدوس وكلي القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس قدوس وكلي القداسة أنت ومجدك عظيم جدا إنك هكذا عبدت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هاوت خالتي تقول تبلل تحلو بين الماء لليوم هاوت بمشلم وحلق حايط المقرقون ساب لحمه عليك وقد شدوم قد شط شمايا عودي وبريق وقادش وخصام ويا بنت الميدان وشطيحك ضمان سابت الميل أو نحن غيكون وحدة وساقية بدك تسوي فيهم شبونا تحقوني والحياة دلعوا لك والدين أخوات وخوصة من بوتر تحشير كذبات من حمرو من ما يوموني وبريق وقادش خاضت عين مني يا بنت المينا وشليحك دومان ساب الشويني تلقون
تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. وقيامتك
لأن لك الملك والقوة والتسبيح ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. نموذجنا للرب. أمامك أيها الرب إلهنا. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا آناق أنفسهم وأساليهم أمام حنانك وقدسهم واحرسهم واجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك إلى حياتهم كلها. فنرفع نحن وهم إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. فلتكن آمة الثالث الأقدس غير المخلوق الأزلي الأبدي المتساوي في الجوهر ورحمتي مع جميعكم إلى الأبد. لننظر بخوف ورهبة. اشهد يا رب وارحمنا. الأقداس للقديسين وللأطهار طوبى. واحد هو الآب القدوس. واحد هو الابن القدوس. واحد هو الروح الحي القدوس. المجد للآب والابن والروح القدوس الإله الواحد إلى أبد الآبدين. آمين. معنا الآب الواحد القدوس الذي
ساجدين لك بيمينك الظاهرة، فنحفظ بنظرة بقداستها للأسرار التي أخذناها. اجعلنا ألا نعود إلى الخطيئة، فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارك يا سيد. إخوتي الأحباء، قبل ما ناخذ البركة بس نوصي إنه بعد ما ناخذ البركة نطلع من الكنيسة مع تبديلة للجو، هناك عند الشعلة راح نرتب ونقول حسايا بمناسبة عيد الصليب ونشعل الشعلة بهالمناسبة. كل عيد صليب وقلت